عندنا كلام مهم جدا جدا في الفيديو عن مابولولو لاعب الاتحاد السكندري اللي النادي الاهلي عايزه، ولكن الاتحاد سيطلب مبالغ خياليه. عندي كلام مهم جدا جدا عن عمر كمال وازمه ثلاثي الزمالك فتوح والزناري ومحمد صبحي في الفيديو. من فضلك ما تروحش في اي حته. طيب، الزمالك فيه دوشه في نادي الزمالك بسبب مغادرة الثلاث لعيبة أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري معسكر نادي الزمالك. قبل مباراة زد الثلاث لعيبة مشيوا قبلها بيوم من المعسكر في واقعة غريبة من نوعها في نادي الزمالك. يعني ايه ده؟ ازاي عندنا ماتش؟ هي حاجات دي بتحصل، بس اكيد كانت بتدارى، بتستخبى، في ناس بتغطي، ولكن المرة دي الموضوع انتشر بشكل رهيب. الزناري ومحمد صبحي رجعوا، ولكن اللاعب احمد فتوح ابن نادي الزمالك وناشئ نادي الزمالك مرضاش يرجع، وقال لهم لما خلص سهر او هاجيلكوا بكره قبل المحاضره قبل الماتش هبقى اجي. في واقعه بان نادي الزمالك وجمهوره ان هو حاجه صغيره بالنسبه لاحمد فتوح اللي ما احترمش نادي الزمالك ولا جمهوره. ولكن تعالى كده فكر معايا. احمد فتوح ناشئ نادي الزمالك، محمد صبحي ناشئ نادي الزمالك، يوسف أسامة نبيه ناشئ نادي الزمالك، سيف فاروق جعفر ناشئ نادي الزمالك، ماجد هاني اللي رفض الجلوس على الدكة وقال أنا عايز أمشي ناشئ نادي الزمالك. لو دورت كده في الموضوع هتعرف إن للأسف عندنا مشكلة في ولادنا، ولادنا اللي انا بكبره وبأكله وبعمل كل حاجة معاه وفي الاخر بيديني بالرجل. اعتقد ان المشكلة هنا، المشكلة في الناشئ. ممكن كمان تشوف ده من لعيبة كتير جاية. اذا المشكلة عندك في نادي الزمالك في قطاع الناشئين. اللعيبة مش بتحب الزمالك، ولا الزمالك بيطلع لعيبه ناشئين مش زملكاويه. بشوف في النادي الاهلي ناشئين بيحبوا الاهلي. شفت كوكا ناشئ من ناشئين الاهلي، شفت مصطفى شوبير. يعني مصطفى شوبير والده هو كابتن احمد شوبير. ولكن لما تيجي تبص على يوسف أسامة نبيه اللي فضل الفلوس على نادي الزمالك، اللي والده كابتن أسامة نبيه هو نجم الزمالك السابق، تيجي كده تقارن، لا، الحتة دي بتاعتنا دي فيها مشكلة. إذا المشكلة مش فتوح بس، المشكلة عندك في نادي الزمالك. في مشكلة في قطاع الناشئين، في مشكلة في التربية بتاعت اللعيبة. ما بشوفش لاعب، يعني طبيعي الناشئ ده اللي بيطلع وبيبقى نجم مرة واحدة وبيروح منتخب مصر وفلل وعربيات وفلوس وشهرة، ده انت اللي مربيه، انت اللي عامل له كل حاجة. ده اولا واخيرا الزمالك مهما كانت المغريات ده انا ما شفتوش. اعتقد ان احمد فتوح النادي الاهلي محتاجه، ولكن بيراميدز يلبي طلبات فتوح عن النادي الاهلي. يعني فتوح بيقولوا عايز 30 مليون جنيه، وعايز مقدم تعاقد 60 مليون جنيه، مبلغ ضخم. اعتقد النادي الاهلي صعب يدفع لفتوح هذا الرقم. ولكن هل بعد الازمه مع نادي الزمالك هل فتوح ممكن يرضخ او يقلل طلباته ويبقى فيه يعني النادي الاهلي يخش كده في الموضوع، ولا بيراميدز هيشيل الليله؟ وبيراميدز ممكن بعلاقاته مع نادي الزمالك بيراميدز يقدم عرض لنادي الزمالك، وهل ممكن تحصل صفقة تبادلية بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز؟ ممكن، كل شيء وارد. وحتى الآن فتوح
بنسبة 99% و9 خارج نادي الزمالك. رايح بقى الاهلي بيراميدز، ده الكلام اللي احنا هنعرفه الفترة الجاية. اعتقد ان محمد صبحي ايضا ناشئين نادي الزمالك. اذا عندنا مشكلة في قطاع الناشئين لازم نحلها، ولازم نهتم بولادنا في قطاع الناشئين ونشربهم نادي الزمالك. ده كان كلامي على محمد صبحي وفتوح. اعتقد ان مصطفى الزناري هو مدافع سيء تعاقد مع نادي الزمالك ولم يقدم اي شيء في نادي الزمالك، ورحيله كده كده مش فارقه. عمر كمال عبد الواحد رايح فين؟ رايح الاهلي هيجيب عمر كمال وفتوح، وعنده محمد هاني وعنده اكرم توفيق وعنده علي معلول وعنده كريم الدبيس، كل دي باكات. اعتقد صعب جدا. ولكن هل عمر كمال عبد الواحد هيلعب اساسي في نادي الاهلي؟ ده السؤال المهم. اعتقد ان عمر كمال قريب من النادي الاهلي. نادي الزمالك لسه عنده مشكلة القيد. لو الزمالك حل مشكلة القيد ممكن يخش في كام لاعب، ممكن يخش في كام لاعب ممكن، ولكن لازم الاول الزمالك يخلص مشكلة القيد، مهم جدا جدا. ده كلام عن عمر كمال اللي يعني بنسبة كبيرة هو مخلص في الاهلي. عايز اقول لكم عمر كمال ده من حق نادي الزمالك اصلا، والزمالك اللي تعاقد معاه، ولكن الفشل الاداري سندفع ثمنه يوما بعد يوم. مبولولو واحد من اهم المهاجمين في مصر في نادي الاتحاد السكندري. مبولولو السنه اللي فاتت ما كانش منور قوي زي السنه دي، ولكن القطبين الاهلي والزمالك للاسف عينيهم ما بتروحش غير على المهاجمين زي مودست وزي سامسون. واعتقد ان مبولولو النهارده غالي جدا 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 جدا. كان ممكن الزمالك يخش فيه السنه اللي فاتت، كان ممكن ولو كان طلبه كان ممكن ياخده مبلغ اقل من ثمنه دلوقتي. اعتقد ان مبولولو واحد من المهاجمين الكويسين، ولكن لما الاهلي والزمالك كده بيسخنوا على لاعب بيحلو في عينهم بغض النظر عن مستواه. اعتقد ان الزمالك محتاج صفقات لا يقل عن 5-6 صفقات على الأقل في يناير. أما النادي الأهلي أكيد هيدور على مهاجم، وأكيد هيدور على باك شمال. لو ما جابش فتوح ممكن يجيب عمر كمال بيلعب باك يمين وباك شمال، ممكن يجيب ممكن يدور في انبي، ممكن عايز محمد حمدي في بيراميدز. هل فتوح يروح بيراميدز وبيراميدز يبيع محمد حمدي للاهلي؟ بيراميدز المستفيد بنسبة كبيرة. اعتقد ده كان كلامي عن ازمة فتوح، اللي رفع التليفون لمسؤول نادي الزمالك او كابتن عبد الواحد السيد وقال له انا مش جاي هجيلكوا بكرة قبل الماتش في المحاضرة، هو ده اللي عندي اذا كان عاجبكم. يعني دي جملة كده من عندي، يعني اخبطوا دماغكم في الحيط، انا اساسا مش شايفكم. هذا كل ما لدينا في الفيديو. لايك مهم جدا جدا، ما تنساش تعمل سبسكرايب مهم جدا جدا للقناة، وتفعل زر الجرس، وقول وجهة نظرك في الكومنتات مهمة جدا جدا، ولايك مهم جدا جدا للفيديو. سلام.